السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا بافضل حال. ناس كتيره بتسال كابتن، انا ليه هدي ابني ستار؟ ايه هي الفايده اللي هتعود على ابني لما ياخد ستار؟ ايه هو ما يثبت ان ابني واخد ستار؟ طيب، 3 فوائد اساسيه هتعود على ابنك لما ياخد ستار. الفايده الاولانيه ان هو بعد الفور ستار هيكون سباح مقيد في الاتحاد المصري للسباحه، حاصل على كارنيه من الاتحاد المصري للسباحه، ومن خلال الكارنيه ده يقدر يشارك في كل البطولات الرسميه التابعه للاتحاد المصري للسباحه. طيب، الفايدة التانية اللي هتعود عليه في مجال التعليم. الكارنيه ده بيكون بمثابة CV قوي وداعم ليه في الأولوية ليه في القبول في الكليات العسكرية، الكلية الحربية، كلية الشرطة، الثانوي الرياضي، الثانوي العسكري. كل ده بيكون حاجة كويسة ليه في الCV بتاعه، إن هو يكون سباح ومقيد في الاتحاد ومعاه الكارنيه بتاع الاتحاد. طيب، الفايدة التالتة اللي هتعود عليه لو ابنك حب يخش مجال التدريب كمدرب سباحة. أغلب الدورات الخاصة بالاتحاد المصري للسباحة بتشترط إن هو يكون سباح سابق أو سباح مقيد في الاتحاد المصري للسباحة وحاصل على الكارنيه. الدورة الأساسية، الدورة المتقدمة، دورة إعداد معلم سباحة، دورة إعداد معلم نجوم. طبعا الدورة الأساسية بتاعت نقابة المهن الرياضية اللي من خلالها بيحصل على كارنيه مزاولة المهنة. يبقى 3 فوائد كده بتعود على ابنك من الكارنيه. طيب، ايه هو ما يثبت ان ابني خد نجمة؟ طيب، لما بتيجي تقدم للنجمة بيطلب منك الأكاديمية أو النادي إنك تجيب شهادة ميلاد لابنك. شهادة الميلاد دي بيتاخد بيها الرقم القومي، بيقيد في الاتحاد لابنك بالرقم، بالاسم طبعا والرقم القومي، إن هو حاصل على نجمة أو نجمتين أو 3 نجوم أو 4 نجوم على حسب العدد اللي حصل عليه من الاتحاد المصري للسباحة. بعد ما بيخلص الفور ستار بيكون طبعا طالع له كارنيه، فما بتحتاجش ما يثبت، لأن هو الكارنيه بيثبت ان هو واخد طبعا ال4 نجوم وان هو سباح، فما بيحتاجش اي شيء تاني. كده يا رب اكون جاوبتكم على السؤال باختصار. لو في اي حد عنده اي سؤال يا ريت يبعت لي، وان شاء الله اعمل لكم فيديو خاص بالسؤال اللي هتساله. شكرا.